السلام عليكم. اليوم راح نسوي الأقراص الزهرة. راح يكون معنا نص حبة زهرة مبشورة، وعندنا نص شي فلفل بارد مبشور، عندنا حبتين بيض، عندنا نص شي البهارات، الكركم، الفلفل الأسود والملح، بودرة الثوم، وكيسة واحدة جبن موزاريلا. أول شي راح نخلي نجيب المكونات هاي هنا مع بعض، بعدين نخلي الجبن شوف البهارات كلها نخليهم كلها مع بعض. نخلي نفس الشيء الفلفل الرومي نحطهم هذول كلهم مع بعض. راح نخلي عليهم بيضتين بعدين نخلي آخر شيء الجبن، راح نخلي بيضتين عليهم. بعد ما خلينا بيضتين نخلي الجبن كيسة كاملة نحطهم كلهم مع بعض. بعدين راح نكون مقراص دوائر نخليهم داخل القلاية الهوائية اللي داخل الفرن. الأمور طيبة، راح يتكون معنا صندوق كامل. هذا راح يتماسك بعد العجنة. إذا حابين بعد نضيف عليه طحين اللوز عاد تضيفوا الطحين، اختيار طحين اللوز. الحين ضفت عليه كوب واحد طحين اللوز اختياري، يمكن شوي مقرمش لكن بعد زين. راح نخليه داخل القلاية الهوائية ولا داخل الفرن. يمكن ما شاء الله هذيك مثل الفلافل تسوي لك عادي. أمور طيبة اللي راح أكورها وياكم. عندنا هذه راح نخليها في الفرن، وهي عندنا القلاية الهوائية. شوف كيف راح أخليها في الفرن لين ما يتحمر من فوق من تحت. سويتها هذا وبعد نفس الشيء من فوق من تحت. أخليها هنا بالقلاية الهوائية 20 دقيقة. مثلا خلينا داخل الفرن. يمكن ما شاء الله كيف استوى القلاية الهوائية. يا ويلها يا ويلها، يمكن ما شاء الله هذا داخل الفرن. هذا ما شاء الله طلعنا من القلاية الهوائية. هذا ما شاء الله اللي بالفرن. أنا نسوي واحد شطة شوي شوف مرة طيبة، تاكله مع مايونيز ولا كاتشب مرة طيبة. وهذه النهاية. يا رب علينا وعليكم بالعافية. شوف كيف ما شاء الله طلعت. أنا تاكل كنا تاكل بكورة والله كيتا ما في حرمان.